كانت ماجدة تعيش في عالم لونه باهت. ليس حقاً، لكنه كان يبدو كذلك. كانت الأشجار رمادية والسماء رمادية، وحتى الآيس كريم بنكهة الفراولة كان طعمه رمادياً. السبب؟ فوزي. كان فوزي مرتبطاً بقلب ماجدة بسلسلة وردية لامعة لا يراها أحد سواها. عندما يبتسم فوزي، وهو أمر نادر، كانت السلسلة تتوهج وتزهر عليها أزهار صغيرة، ولكن عندما يقطب حاجبيه كانت السلسلة تصدأ وتثقل وتجر قلب ماجدة للأسفل حتى تشعر وكأن بطنها مليء بالصخور. فوزي كان خبيراً في جعل السلسلة تصدأ. ذات مرة أكل شطيرتها المفضلة ثم أخبرها أن طائراً خطفها. مرة أخرى وعدها بالذهاب للسينما، ثم أرسل لها صورة له في مدينة الملاهي مع تعليق: الجو هنا أفضل. في كل مرة كانت السلسلة تشدها بقوة وتصدر صوت أنين حزين. كانت ماجدة تبكي دموعاً على شكل قطرات مطر رمادية صغيرة تسقي بها نبتة صبار وحيدة في غرفتها. في أحد الأيام، بينما كانت تسير ورأسها منخفض بفعل ثقل السلسلة، تعثرت بشيء غريب. كان متجراً صغيراً لم تره من قبل، عليه لافتة تقول: مرآة الحقيقة. دخلت ماجدة بتردد. في الداخل كانت هناك مرآة كبيرة مزخرفة. عندما نظرت ماجدة في المرآة لم ترى انعكاسها الحزين، رأت فتاة تضحك بصوت عال وعالمها يضج بالألوان. كانت ترسم لوحات زاهية وتأكل آيس كريم قوس قزح وتراقص الفراشات. لم تكن هناك أي سلسلة وردية مرتبطة بقلبها. قالت المرآة بصوت دافئ: هذه أنت بدون السلسلة. سألت ماجدة بصوت مرتعش: لكن كيف؟ إنها قوية جداً. ظهر في يد انعكاسها في المرآة مقص ذهبي لامع. قالت المرآة: الحل ليس في الطرف الآخر من السلسلة، بل في يدك أنت. عادت ماجدة إلى منزلها، وفي قلبها قرار صغير بحجم بذرة. في تلك الليلة أرسل فوزي رسالته: ملل، ربما أتصل بك. شعرت ماجدة بالشدة المعتادة، لكن هذه المرة تخيلت المقص الذهبي في يدها. أغمضت عينيها وجمعت كل ألوانها الباهتة وكل دموعها الرمادية، وشكلت منها مقصاً في خيالها. بكل قوتها قصت السلسلة. صدر صوت عال ومجلجل. تحطمت السلسلة إلى آلاف النجوم المتلألئة واختفت. فجأة انفجرت الألوان في غرفة ماجدة. تحولت ستائرها الرمادية إلى صفراء مشمسة، وأزهر صبارها وردة حمراء زاهية. ولأول مرة منذ زمن طويل تذوقت طعم الفراولة الحقيقي في الهواء. نظرت إلى هاتفها ورأت رسالة فوزي. لم تعد تشعر بالشد أو الألم. كل ما شعرت ماجدة به هو الهدوء. كتبت ماجدة رداً بسيطاً: أنا مشغولة. ثم التقطت ماجدة فرشاة رسم ولونت أول خط في حياتها الجديدة.